عندنا أزمة فراخ. طب الحكومة عايزة تحل الأزمة فالدولة اتصرفت. في شنطة جايبها لنا زميلنا محمد. الشنطة دي يا أولاد بتتفتح إيه ده؟ طيب أنا عندي فرخة، هي مالها كده يا شباب؟ هي بس مجهدة شوية. يا غرع انت قول كلام غير ده. يا غرع انت بشويش ده انت رجلك مهمة، مش عارف اقول لها ايه والله، كل حاجة فيكم مهمة. لا حكاية كويسة بشويش ما تقلقيش، كويسة. خبر مفرح جدا، ده خبر مفرح جدا اللي هو بيقوله ده. احاورها ازاي ولا اكلمها ازاي ويا رب ما تطير. احنا هنطيره. انا عندي كيلو اللحمة ب 250 جنيه، الهانم دي ب 90 جنيه بديل للحمة، والسمك برضه. اصطاد يعني سمك يا عم، مش هتجيب لي سمك وتصطاد في الترعه يا ولد. انت عايل. فتقرر الحكومة ان احنا نستورد شوية. الدولة راحت جابت فراخ مجمدة مستوردة من البرازيل. الصفرة احلى مسا عليك يا الصفرة يا اللي شاغله بالك بيه. مش اعمل برضو اللي في دماغك، اخليك تموت بحسرتك. تعال اشربي بيبس. البرازيلي واسمر برقصه صامبا. كويس قوي اللي عملته الدولة. قرار صائب جدا. حلو ده، انا موافق. انا عندي فراخ مستوردة. الضرورات تبيح المجمدات. في انها تستورد البرازيلي. اما قصه عبره صحيح. هندوق مع بعضينا الفراخ المستورده. اكلها عادي جدا. طب ما عادي اكلها، ايه مشكلتها؟ احنا البلد فاضيه ليكم انتوا الاثنين. المشكلة يعني طب انا عايزه اقول لحضراتكم ان الفراخ اللي بتيجي من البرازيل اخلصي بقى، اخلصي بقى. فراخ وزنها كويس وطعمها كويس. فرخة عافية، فراخ برازيلي درجه اولى، فرخة محترمة كاملة الأنوثة وجامدة وهايلة. اسكت بقى، اسكت لو سمحت. أنا النهاردة هنعمل فراخ برازيلي، وادي الفرخة اهي. وركين. ليها وركين؟ ليها وركين. احنا هنطيره. فعلا ريحتها نظيفه جدا. انا كانت امي الله يرحمها كانت تجيب الفراخ البرازيلي دي وتقول لي يا ابني الفرخه دي ب6 صدور، دي جامده جدا، كل وانبسط. طب نسقف لك يعني ولا نعمل ايه؟ شوربه الفرخه البرازيلي بتطلع شوربه. ادي الفرخه اللي بتسلق فرخه حلوه قوي، حلوه فرخه. ازاي انت حمار قوي كده؟ انت عارف انت لو في الاكل يعني تخيرني ان انا اكل فراخ ولا لحمه؟ فراخ. اختار ايه؟ فراخ. لحمه طبعا. ابو تقل دم امك. ما بحبوش الواد ده. الشيب المصري